والسلام على أشرف المرسلين. مرة أخرى نتساءل عن مآل أهم اتفاقية قام بها المجلس الإقليمي للسطات، ألا وهي تأهيل المراكز الصاعدة داخل الإقليم. هذه الاتفاقية اللي كانت تبذل فيها واحد المجهود كبير من طرف السيد الرئيس ومن جميع مكونات المجلس الإقليمي للسطات، بحيث أنه باش يجيب لك اتفاقية بهذا القدر المهم من الدراهم يجيبها من وزارة السكنة والتعمير في إطار علاقاته الشخصية مع السيدة الوزيرة. بالمناسبة نتقدم لها بجزيل الشكر لأنها ما تردات وسنات الاتفاقية. وفي إطار علاقات مكونات ديال المجلس الإقليمي للسطات مع مؤسسة جهة الدار البيضاء السطات اللي تاهما مشكورين مرة أخرى أنهم صادقوا على الاتفاقية. فكيطرح لنا ديما آخر سؤال هو المآل ديال الاتفاقيات، علاش كيجلسوا في وزارة الداخلية؟ فعلا راه تفضل السيد علي والأخ السي صديق وأثاروا نقاش فاض حول هاد المشوشين اللي كيشوشوا على هذه الاتفاقيات. هاد الناس هادو اللي كيشوشوا على الاتفاقيات راهم تيشوشوا على اقليم السطات، تيشوشوا على المصلحه العليا للوطن، ونشوشون راهم كانوا كيحلفوا تيقولوا والله هاد الاتفاقيات لا داروا، وفعلا هما ما داروش. نحن نلتمس من سيد عامل الاقليم صاحب الجلاله على اقليم السطات ان يقف وقفه مسؤول بجديه على هذه الاتفاقيات. علاش ما بغاوش يخرجوا للوجود؟ ما الاقليم السطات راه اصبحنا نسمع داخل رقعه اقليم السطات بان السطات مغضوب عليه، ما عرفنا شكون اللي غاضب عليه، واش السياسي ولا المعين ولا شكون. الله يجازيكم بخير سيد كاتب العام، بلغ نحن لنا الثقه الكامله في سيادتكم وفي سياده العامل الاقليم بانه رانا نتساءل ما جوج اتفاقيات ديال المجلس الاقليمي اللي راهن عليهم خلال الولايه كامله ما خرجوش للوجود. اشنو واقع؟ واش حنا عندنا شي مشكل فينا ولا في من؟ الا كان في المنتخبات راه فضحوهم. وشكرا.